ويكتب كود دافنشي أو دافنشي كود أو شفرة دافنشي، ويسرح بخياله عن علاقة رب المجد يسوع بهذه المرأة وهي مريم المجدلية. مريم المجدلية هذه المرأة في الكتاب المقدس هي مرأة غنية، وطبقا للتعليم الموسوي أو الشريعة الموسوية، شريعة نبي الله أو كليم الله موسى، وذلك كتب في سفر العدد ديوترونومي الإصحاح 30 إن نبي الله موسى أخذ الوصية من الرب وأعطاها ل12 سبط من بني إسرائيل. آنذاك التقليد والتعليم اليهودي كان لا يبيح للمرأة بأن تتعلم على يد الكتبة والفريسيين، بل كانت تتعلم على يد الزوج أو على يد والدها. ولكن مريم المجدلية كانت أرملة، بمعنى إنها ليست فتاة صغيرة، ليست فتاة في سن 20، بل إنها كانت في سن يسمح بها بأن تنفق من مالها على خدمة رب المجد يسوع المسيح. فإذن هي غناها مش غنى مادي أو في إرث أرضي، كانت بتبيع الأراضي وكان في غنى، لا، غناها كان معاها أصلا مال، وكانت بتنفق على الآخرين وحتى في خدمة تكفين الموتى. وخدمة تكفين الموتى في الفكر اليهودي أو في الشريعة اليهودية أو الشريعة الموسوية الخاصة بكليم الله موسى يمنع من هذه الخدمة الفتيات الصغيرات، وهذا شائع إلى الآن ويتم العمل به إلى الآن. الفتيات الصغيرات لا يخدمن في خدمة التكفين، تكفين الموتى، يجب أن تكون أرملة أو سيدة كبيرة في السن، ويمنع أيضا زوجة المتوفي أو أخت المتوفي أو ابنة المتوفي في تكفينه. وده فعلا اللي حصل في تكفين رب المجد يسوع. كانت مريم المجدلية كانت مع النساء الأخريات، ولما نيجي نقرأ الكتاب المقدس ما اشتركتش أم رب المجد السيدة العذراء مريم في تكفينه، لأن ده طبقا للشريعة الموسوية، شريعة نبي الله موسى. فإذن مريم المجدلية هي غنية، وحتى في خدمة الحنوط كانت بتخدم الآخرين طبقا للتقليد الكنيسة الأرثوذكسية وتقليد الكنيسة الكاثوليكية. يتم الاحتفال بمريم المجدلية أو ذكرى نياحة مريم المجدلية في 4 أغسطس كل عام. هل لها قبر؟ نعم لها قبر في منطقة بالقرب من مرسيليا بفرنسا، والقبر موجود إلى الآن، وهو قبر السيدة مريم المجدلية. المعجزة المعروفة اللي كل المسيحيين عارفينها بأن رب المجد يسوع عندما كانت هذه المرأة يوجد 7 شياطين عليها مقيدة بالشياطين، كان سنها بالضبط أكبر من رب المجد يسوع ب10 سنوات. يعني رب المجد كان عنده 31 سنة وهي كانت عندها 41 سنة، يعني هي اتولدت قبل ميلاد رب المجد يسوع ب10 سنوات. فإذا كانت تكبره
ب10 سنوات. 63 ميلاديا، سنة 63 ميلادية، عندما صعد رب المجد يسوع، إيه اللي حصل؟ في سنة 63 هي بعد الصعود ذهبت إلى مدينة أفسس، وذهبت إلى آسيا وأخذت تخدم، وكانت بتخدم وتعرضت إلى اضطهادات persecutions، وهذه الاضطهادات نتجت عنها إنها تعبت كثيرا في الخدمة، وانتقلت من هذا العالم وكان عمرها 72 سنة. الجزء اللي أنا شرحته ده خاص بالتقليد الأرثوذكسي والتقليد الكاثوليكي عن مريم المجدلية، ولكن ككتاب مقدس عن هذه الشخصية وهي مريم المجدلية، وعن قول رب المجد يسوع المسيح إن الزوجة أو الزوجات أو النساء، إيه الفكر المسيحي عندما يتكلم رب المجد يسوع عن النساء؟ لما هلاقي في إنجيل معلمنا لوقا البشير، الطبيب الإنجيلي لوقا البشير، بيقول كده أن كان هناك نساء يخدمن. في نساء يخدمن، هرجع إلى اللغة الأصلية، هي اللغة اليونانية. كلمة نساء woman فراون، باللغة الإنجليزية woman، باللغة الألمانية فراون، اللغة الإيطالية لادونا، باللغة الأسبانية لا مخير. هرجع للأصل. أصل هذه الكلمة في اللغة اليونانية هي كلمة جوني، وكلمة جوني هي النساء، والنساء ليست فتيات صغيرات، يعني إما أن تكون أرملة زوجها توفى، أو ممكن أن تكون متزوجة، ولكن مريم المجدلية لم تكن متزوجة، حيث أنها أرملة، كانت كبيرة السن، وكانت مع نساء أخريات كانوا برضو في نفس السن 45 سنة. كانت مع مريم زوجة كلوبا اللي أبنائه بقوا كبار، رجال كبار، وكانت مع مريم أم يعقوب ويوحنا، وكانت مع مريم أم الرب. يبقى إذن هؤلاء المريمات اللي هم تجمعوا كانوا مع بعض وكانوا يخدمنا مع بعض. يبقى إذن لفظ نساء ده مش لفظ تحقير من المرأة، وده مش لفظ حيث أنه اللغة الأصلية هي اللغة اليونانية مترجم من اللغة الأصلية. كلمة جوني ده لفظ نساء. وأيضا مريم المجدلية، هذه الشخصية التي عليها قول كثير، هل فعلا كان متزوج منها رب المجد يسوع؟ هرجع إلى سفر حزقيال، وسفر حزقيال الإصحاح 16 الآية الأولى. هل تكلم الرب عن النساء بطريقة غير جيدة؟ نعم، ولكن للعامة الغير دارسين واللي بيترجم الكتاب المقدس على مزاجه نقول له ابحث وادرس. سفر حزقيال وصف الزوجة بأنها زوجة فاسقة، الزوجة بأنها زوجة غير جيدة فاسقة. هل فعلا الرب كان يصف الزوجة بأنها زوجة فاسقة؟ الكلام ده ليست له أي نوع من الصحة. لما نيجي نقرأ مع بعض سفر حزقيال من الآية 1 هلاقي إن اللي هقوله دوت مكتوب في سفر حزقيال، حيث إن سفر حزقيال يتكلم عن خراب أورشليم. الرب وصف أورشليم بأنها زوجة فاسقة. ليه؟ لأن اللي كانوا موجودين في الأورشليم، السيدات الموجودات
في أورشليم اتجهوا إلى عبادة الأوثان، فإذا في انفصال عن العهد مع الله، في عملية انفصال، في عملية عدم كمال العهد مع الله، فانفصلوا عن العهد. طالما انفصلوا مع العهد فالرب وصف أورشليم بأنها بالزوجة الفاسقة لأنهم اتجهوا إلى عبادة الأوثان. هقرأ لحضراتكم، هاخد آيتين من العهد القديم وهاخد آيتين من العهد الجديد. الآيتين من العهد القديم سفر حزقيال، وأيضا من شابتر أشعياء أو سفر أشعياء، ثم أتجه إلى العهد الجديد إنجيل معلمنا يوحنا البشير، ثم الإصحاح 21 اللي هو يعتبر قبل الآخر من رؤية يوحنا اللاهوتي ريفيليشن اللي اتكلم فيه عن السماء الجديدة والأرض الجديدة، وهو الإصحاح 21. يوحنا هتكلم في الآية 3 الإصحاح الثالث. إنجيل يوحنا طبعا ده عبارة عن ديسكورس بين أو نقاش بين كرايست يسوع المسيح جيسوس كرايست ونيقوديموس، ومع نيقوديموس من حيث الولادة والولادة الجديدة أو النيو أنجبورن أو النيو بيرث. من البداية هتكلم عن حزقيال ووصفه الزوجة الفاسقة التي انفصلت عن عبادة الله، التي اتجهت إلى عبادة الأوثان. سفر حزقيال الإصحاح 16، حزقيال 16، عشان نثبت إن هل فعلا الكتاب المقدس وصف بأن رب المجد يسوع تزوج وكانت له علاقة جنسية مع مريم المجدلية أم لا. الإصحاح 16 يتكلم عن خراب أورشليم، بداية من الآية 8 ثم أرجع إلى الآية الأولى، لأن اللغز كله هو في الآية الأولى. فهم الإصحاح من الآية الأولى بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الجيروساليم ديستراكشن، خراب أورشليم. 16 الآية 8: فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب فبسطت ذيلي عليك. وده كان عهد الجواز اللي كان بيحصل، طبيعة الزواج في هذا العهد في العهد القديم. وسرت عورتك وسرت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي. الكلام هنا عن مدينة أورشليم، ولكن المفاجأة في الآية الأولى: وكانت إلي كلمة الرب قائلة يا ابن آدم عرف أورشليم برجاستها. عرف، هقولها تاني الآية ديت: وكانت إلي كلمة الرب قائلة يا ابن آدم عرف أورشليم برجاستها. خلاص حفظتها. وكانت إلي كلمة الرب، وكانت إلي كلمة الرب قائلة يا ابن آدم عرف، حط تحت خط، عرف هايلايت، عرف مين؟ أورشليم برجاستها. وكانت إلي كلمة الرب قائلة يا بني آدم عرف تاني، عرف مين؟ عرف أورشليم، جيروساليم برجاستها. الكلام كله عن أورشليم. العريس هو المسيح، وهذه العقيدة المسيحية. العروس هي النفس البشرية، ولكن كل من كانوا في أورشليم واتجهوا لعبادة الأوثان كان في رقص، كان في خراب لأورشليم. كذلك ما كتب عن نبوة أشعياء النبي الذي تنبأ بمولد رب المجد يسوع منذ 700 سنة قبل الميلاد. تنبأ في الإصحاح 50 الآية 1، أشعياء 50 الآية 1: خطة إسرائيل. هنا الإصحاح بيتكلم عن طلاق أمتكم، الأمة اليهودية،
وده بيتكلم عن ان كان في سيباريشن، كان في انفصال في الجويش نيشن، في الأمة اليهودية. فهنا الإصحاح 50 من الشابتر أو الخاص ب